تخيل ابنك ياخد دواء بناء على نصيحة ال AI. الذكاء الاصطناعي بقى موجود في كل حاجة حوالينا دلوقتي، ومعظمنا بقى بيعتمد عليه في شغله وفي حياته اليومية. بس نيجي للسؤال الأهم، هل ينفع نعتمد عليه في المعلومات الطبية؟ لا، وده لأنه بيجاوب بناء على معلومات هو اتدرب عليها، مش شايف حالتك بالتفصيل. لو سبت ابنك يعتمد على ال AI في حاجة طبية فده خطر جدا، وده لأن الطفل ممكن يقلق من حاجات بسيطة، أو يصدق معلومة غلط، أو يجرب دواء غلط للأسف وهو لوحده. طب إيه الحل؟ أولاً لازم نفهم ونتعلم إزاي نتعامل مع ال AI، ونفهم طريقة شغله، وإنه اتعلم من داتا كبيرة جدا من ملايين البشر حوالين العالم، وإنه مش بالضرورة إن إجابته تكون دقيقة وصحيحة 100%، خاصة في الحاجات الطبية. ال AI أداة للمعلومات والبحث، مش بديل للدكتور بتاعك. خلي أطفالك بعيد عن أي استفسارات صحية من الذكاء الاصطناعي، وحافظ على أمانهم. أنا قصي شتاين، ودي كانت معلومة مهمة ليك ولولادك عن ال AI.